هنعمل بقى فراخ مشويه. بشرت بصلايه وعصرت ليمونه وورق لوري وملح وفلفل وزيت. ودلوقتي بقى هبشر طماطمايه. دي بقى تسبيكه المحشي. بشرت بصلتين، واحده حمرا وواحده صفرا، وحطيت عليهم الزيت. حطيت معلقه صلصه وبشرت طماطمايه. حطيت كده الفراخ واغطيهم بكيس واحطهم في التلاجة يتبلوا. البصله اصفرت كده، وهنا ضربت الطماطم، حطيت ملح وفلفل وكمون. ومعلقه صلصه كبيره كده. واقلب بقى كل ده كده مع بعضه، واسيبها بقى تتسبك براحتها عقبال ما انا اقور البتنجان. بقى التسبيكه اتسبكت معايا، هنزل بقى بالرز بتاعي. طبعا الرز الاكياس ده بيبقى مغسول ومتنقي، مش بيبقى محتاج ان انا اغسله او انقيه. لو كيس مش مكتوب عليه مغسول بغسله. تمام. انا بحب اقلب كده الرز مع الصلصه. هقلب بقى الرز كده مع الصلصه عشان يبقى احمر معايا. خلصت كده الرز وقورت البتنجان، ناقص بس اقطع الخضره. بقى الشوربه بتاعه المحشي. حطيت قالب ماجي وملح وفلفل وصلصه، وهحط بقى ميه. وهنا طبعا ولعت الشوايه وابتدي احط الفرخه. حطيت الشوربه هنا على النار، وهنا بقى احط الفرخه. مفيش ان شاء الله ساعه وتكون مستويه معايا. والصوص بقى بتاعها ده نحطه كمان كده، ونغطيها ونوطي عليها. خلطة المحشي بتاعتي، وهنا البتنجان قورته والفلفل، وهبتدي بقى ان انا احشيه. حشيت بقى المحشي دلوقتي، والشوربة سخنة اللي احنا عملناها مع بعض، وهنزل بيها بقى على الفلفل والبتنجان الاسمر بالشكل ده. واول ما يشرب الميه الشوربه بحطها بمقدار نص البتنجانه كده. اول ما يشرب الشوربه هوطي عليه.